أكتر حاجة محتاجة إعادة تدوير هي إحنا. هتقولي يعني إيه إعادة تدوير ليا؟ يعني إن أنا أعزز علاقتي بربنا، إن أنا أطور من نفسي، أطور من ذاتي. وعلشان تعرفوا كده لازم نحكي حكاية بسيطة. كان في شاب اسمه محمود ده كان شاب زي باقي الشباب، كان عايش حياته بطريقته الخاصة، كان بيشتغل وكان مشغول طول الوقت وما كانش عنده وقت إن هو يتوقف ولا إن هو يفكر في حياته. وفي يوم من الأيام حصل حاجة غيرت حياة محمود 180 درجة. محمود كان بيحس دايما إن هو عايش حياته زي الإنسان الآلي، بيشتغل وبيقوم بنفس المهام اليومية من غير ما يفكر في هدفه في الحياة أو في التطور اللي هو كان نفسه فيه. وكل يوم كان بيمر بيه كان بيحس فيه إن هو ضايع وإن في حاجة ناقصة جواه، كأن قلبه وعقله مش متوافقين مع بعض. وفي يوم من الأيام وهو راجع من الشغل مر من قدام مسجد كان بيشوفه دايما وهو رايح وهو جاي، لكن ما كانش بيهتم بالموضوع إن هو يدخل ويصلي بيه. والمرة دي حس إن هو عايز يدخل المسجد، وفعلا دخل المسجد. والمرة دي شعر بشيء مختلف جدا، وأدى صلاة المغرب وقال دعوة بسيطة: يا رب اهديني ووريني الطريق الصحيح. وبعد الصلاة اجى محمود إحساس غريب جدا بشعور بسلام داخلي، وكان شيء عميق في قلبه بيتغير. رجع البيت وهو في حالة من التفكير بطريقة مختلفة، وحس إن هو عايش حياته بطريقة عادية، لكن دلوقتي بقى حاسس إن في حاجة لازم تتغير. كان حاسس إن هو محتاج ينمي نفسه ويطور من نفسه أكتر، مش بس عشان يكون شخص أفضل، لكن كمان عشان يقرب من ربنا بشكل أعمق وأقوى من كده. وبدأ محمود يسأل نفسه: إزاي أقدر أغير من حياتي؟ إزاي أقدر أطور من نفسي؟ وكان بيعرف إن هو ما ينفعش يعتمد على الظروف أو ينتظر الناس تساعده، لازم هو يكون عنده البداية. وفي يوم من الأيام بدأ محمود يقرأ أكتر عن تطوير الذات وتحسين الحياة الشخصية. لقى إن تنمية الذات مش بس عن اكتساب مهارات جديدة أو تحسين الأداء في الشغل، لأ كمان تغيير التفكير السلبي وتطوير العلاقات وزيادة الوعي الذاتي. يعني انت لما تحسن شخصيتك وتغير نفسك من جوه. محمود بدأ يركز أكتر على فكرة التغيير الحقيقي، بدأ من جواه، بدأ يفهم إن أي شخص عايز يحقق النجاح أو يكون سعيد فيه لازم يبدأ بتغيير طريقة تفكيره. بدل ما يقضي وقت في التفكير في الفشل أو يقول أنا فشلت في شيء معين، لأ، بدأ يقول لنفسه إن كل حاجة ماشية على ما يرام، وبدأ يحاول يطور من تفكيره عشان يكون أكتر إيجابية. زي لما قرر إن هو يقبل التحديات والمشاكل بصدر رحب، ويشوف إن كل مشكلة ممكن تكون فرصة إنك تتعلم منها وتنمي من مهاراتك فيها. الوقت وإدارته. محمود كان دايما مشغول، لكن ما كانش عنده فكرة إدارة الوقت بشكل صحيح، إن هو يقسم يومه ويفكر إن هو زي ما عنده شغل عنده عيلة وعنده راحة وعنده عبادة. وبدأ يحدد أهدافه بشكل يومي ويكتبها علشان يتأكد إن هو بيعمل كل شيء في وقته، وابتدى يكون أكتر تنظيم في حياته. تعزيز المهارات. بدأ يخصص وقت لتعليم مهارات جديدة، ما كانش بيخاف من التغيير على قد ما هو كان نفسه إن هو يكتسب مهارات جديدة، سواء كانت في مجال عمله أو في مجالات تانية زي القراءة أو الرياضة، أو يتعلم مهارة جديدة حتى لو هيطبخ. محمود كان مؤمن إن كل مهارة بتطور من شخصيته وبتخليه يكون أفضل في حياته اليومية. تعزيز علاقتك بربنا. يعني محمود كمان كان عارف إنه ما يقدرش يطور من نفسه من غير ما يقوي علاقته بربنا. بدأ يفكر في الموضوع، لأن في حاجات بسيطة ممكن يعملها عشان يقرب من ربنا أكتر. العبادة. محمود بدأ يعيد النظر في عباداته كلها. بدأ ما كان بيصلي
ويصوم كالعادة أو بيأدي واجب، بدأ يصلي بإحساس أعمق وبخشوع، ركز في كل كلمة في الصلاة، وبدأ يحس إنه بيكلم ربنا مش مجرد حركات شكلية. وكان بيحاول يكون دايما في حالة طهارة مش بس جسدية، لكن طهارة قلبية وعقلية. وبدأ يقرأ القرآن كل يوم، مش عشان يخلصه لكن كمان عشان يفهم معانيه ويتدبر فيها. الدعاء، محمود بدأ يدعو بكل صدق ويسأل ربنا التوفيق في كل خطوة. ما كانش بس بيطلب المال، لأ، ده كان كل اللي بيتمناه الراحة النفسية والتوازن في حياته. وعشان ربنا يرزقه الفهم والحكمة كان بيطلب من ربنا ان يبعده عن السلبيات والهموم والمشاكل. العمل الصالح، بدأ محمود يعمل خير في حياته اليومية، بدل ما كان مركز على نفسه بس بدأ يشوف الناس اللي حواليه ويشوف ازاي ممكن يساعدهم، سواء يقدم مساعدة لزميله في الشغل أو يزور مريض أو يقدم صدقة، أو إن هو يكتشف إن السعادة الحقيقية مش في جمع المال أو الشهرة، لكن في العطاء ومساعدة الآخرين. ومن هنا حصل التغيير والتطوير في شخصية محمود. بدأ يحس إن هو حصل بتغيير في حياته كلها، مش بس في شغله ولا في أدائه، لأ كمان في سلامه الداخلي. علاقته بربنا بدأت أقوى، وبقى حاسس إن هو كل يوم أقرب لربنا، وبدأت حياته تبقى أكتر توازن، وبقى عنده إحساس عميق بالسلام الداخلي. كان قادر يواجه التحديات من غير ما يتأثر، وكان كل يوم يحاول يكون شخص أفضل. ونتعلم من قصة محمود دروس كتير قوي، منها التحكم في الذات. لو عايز تغير حياتك لازم تبدأ من نفسك. تطورك بيبدأ من جواك انت، من تفكيرك وإحساسك. الاستمرارية، مش لازم تبدأ بتغيير كبير، لكن خطوة بخطوة. كل يوم هتلاحظ تغيير، المهم الاستمرار وعدم الاستسلام أبدا. التوازن، لازم توازن بين كل حاجة في حياتك، بين العمل والعبادة والراحة. مش كل حاجة شغل ومش كل حاجة راحة، لكن الحقيقة هي التوازن بين كل ده، إنك تبقى عندك التوفيق بين كل حاجة في حياتك. التقرب من ربنا، علاقتنا بربنا هي الأساس في حياتنا. لما يكون عندك علاقة قوية بربنا هتلاقي السلام الداخلي والطمأنينة في حياتك مهما كانت المواقف. العطاء، الحياة مش بس إنك تاخد، لكن كمان إنك تدي. العطاء سعادة حقيقية هتلاقيها لما تبدأ تشارك الخير مع كل الناس اللي حواليك. وفي النهاية محمود كان شخص مختلف، مش بس لأنه طور من نفسه، لأ، لأنه كمان بدأ يشوف حياته من منظور أعمق، وتعلم ازاي يقوي ويعزز علاقته بربنا. كان عارف ان التغيير الحقيقي مش سهل، لكن كان عنده إيمان ان ربنا هيساعده في كل خطوة. ومع مرور الوقت محمود بقى نموذج لكل الناس اللي حواليه، وبدأ يلهمهم إن هم يطوروا من نفسهم ويقووا علاقتهم بربنا. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع أصحابكم، وقولولي رأيكم في الكومنتات، وإزاي ممكن نعزز من نفسنا. ولو استفدتوا من الفيديو ياريت تقولولي. بشكركم جدا.